10 علامات تدل أنك تملك شخصية قوية. كل واحد فينا بحب يعرف مميزات شخصيته، ويمكن من أجمل صفات الشخصية كما يعتقد معظم الناس الشخصية القوية. بهذا الفيديو رح تقدر تعمل تحليل سريع لشخصيتك وتعرف إذا كنت صاحب شخصية قوية فعلا تميزك عن الآخرين. 10 علامات تدل أنك تملك شخصية قوية. لا تشعر أنك في قطيع، يعني لك نظرة خاصة، لا تحتاج لمن يقودك ويملي عليك كيف تتصرف. يعني ليس سهلا أن تقاد إلى شيء لست مقتنع به، لأن الكل ذهبوا إليه بغريزة القطيع. رأيك نابع عن تقييمك الشخصي وليس عن تأثرك بأن أغلب من حولك قالوا رأي متشابه. تعرف حقوقك. صاحب الشخصية القوية يعرف حقوقه ويعرف متى تنتهك هذه الحقوق. لا يرضى أن يكون ضحية ابتزاز، فيبقي عينه مفتوحة على ما له وما عليه، وهو مستعد دائما لأن يضع حدا لمن يتجرأ على مساحته الخاصة. لست متقلب المزاج. الشخص الواثق من نفسه لا تؤثر به كثيرا مواقف تحاول أن تقلل من عزيمته أو انتقادات تحاول أن تحبطه. لذلك من الصعب أن يتعكر مزاجه بسهولة، لأن صوت إحباط المحيطين والمحبطين أخفض من وهج ثقته بنفسه. تستطيع أن تقول لا. تقول لا والجميع قال نعم. لا يؤخذ منك شيء بماء الحياة، يعني إحراجا. تقول هذا لا يناسبني، لن ألتقي بك اليوم، لم أحب هذا المكان، لم أرتاح مع هذه المجموعة. غالبا يكون ذلك بأسلوب غير منفر كي لا تنقلب الشخصية القوية إلى وقاحة. مغناطيس أصدقاء. صاحب الشخصية القوية يستطيع أن يكون صداقات بسرعة كبيرة. ليش؟ لأنه يشعر الطرف الآخر بأنه يؤمن له دعم يزيد من قوته، فيلجأ له معظم من حوله لدعمهم ومساعدتهم في قضاياهم الشخصية. ومعظم الأشخاص يرون فيه إضافة لهم لا عبء عليهم. لا يخاف من وجهة نظره. يعبر ذو الشخصية القوية عن وجهة نظره بكل ثبات وفي جميع الأمور دون الوقوف على هامش الحوار والمواقف. وفي الظل يرفض صاحب الشخصية القوية أن يكون نكرة عندما يتطلب الأمر الظهور. لا يقلد تقليد أعمى. صاحب الشخصية القوية لا يرضى أن يقلد أحدهم تقليدا أعمى. لا يرضى أن يتحول إلى نسخة مطابقة لشخصية فلان أو فلان. قد يستفيد من تجارب الآخرين، لكن عنده شخصيته المتفردة. يجرب. صاحب الشخصية القوية لا يحرم نفسه من تجربة الأشياء، الأماكن، أي شيء جديد. عادة يمنعنا الخوف من الخطأ أو الإحراج أو اللوم من تجربة الكثير من الأشياء. لكن صاحب الشخصية القوية يثق بأنه قادر على التعامل مع نتائج أي شيء جديد يجربه، سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية. صفة قد تكون مستغربة قليلا. كتوم. صاحب الشخصية القوية غالبا كتوم لأنه لا يحب أن يطلع الناس على تفاصيل كثيرة في حياته، لأنه يعتقد بأنهم لن يضيفوا له شيء وأنهم لا يملكوا ما يمكن أن يعينه على حل مشاكله الشخصية. لذلك يفضل إبقاء الكثير من المعلومات عن حياته بعيدة عن الناس. لا يحتاج أن يكون محور اهتمام. معظم من يتمتعون بالثقة بالنفس لا يحتاجون لأن يكونوا محور الحديث والجلسات، لأنهم لا يحتاجون، ركزوا، لمن يؤكد لهم بأنهم مهمون في كل لحظة. قد يقول أحدكم وكأنك تتحدث عن الكاريزما، ما هو الفرق بين الشخصية القوية والكاريزما؟ سأجيب عن السؤال، لكن أقترح أن تشاهدوا فيديو كيف أعرف أني صاحب كاريزما، رابطه موجود في الوصف. قوي الشخصية قد لا يكون صاحب كاريزما، لكن الشخص الكاريزمي لابد أن يكون قوي الشخصية. الكاريزما تخلق معك وربما تتطور مع مرور السنين، أما قوة الشخصية يمكن اكتسابها وتعلمها. طبعا في مسألة مهمة، أن هناك سلبيات للشخصية القوية. هناك بعض الجوانب السلبية والتي تجعل الجانب القوي من الشخصية ينعكس بشكل سلبي على صاحبها. ما هي الجوانب السلبية للشخصية القوية؟ أقترح أن تشاهدوا هذا الفيديو وموجود رابطه في الوصف. شكرا جزيلا.